كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك. وبالمناسبة دي أنا عايز أقول إن شهر رمضان بيشتهر بصناعة الدراما والسينما، وأعمال فنية كتير. بس في الحقيقة كنت عايز أركز على نقطة، إن هو دايما كل مرة نلاقي إن الدراما مركزة على البطولات الوطنية وعلى الأعمال الوطنية وكده، وده شيء مش وحش، ده شيء حلو جدا. بس أنا مفتقد الدراما الإنسانية اللي هي بتركز على الثقافة وعلى المعتقدات الدينية وعلى علاقات الناس ببعضها وعلى الهوية المصرية وعلى شخصية المواطن المصري والإنسان المصري اللي كانت زمان بتظهر على الشاشات المصرية. فأتمنى إن إحنا نرتقي السنة دي بصناعة الفن قوي، ونشوف حاجات كويسة تورينا اللي في بلدنا، وتبعد عن سلوكيات البلطجة والخناقات والانتهاكات اللي بتحصل اللي بنشوفها على الشاشات، ونرجع للأعمال اللي بتحقق السلام المجتمعي والمحبة بين الناس والتآخي، وتفرد لها الكاميرات تفرد لها مساحة تقدر توضح أهميتها للشعب وترجعهم لأخلاقيات الشعب المصري الأصيلة بتاعت زمان دي، الحلوة الجميلة اللي كلنا بنتشوق لها لما بنشوفها في أفلام زمان. مثلا نفسي أتفرج على مسلسل يكون واحد بيحارب علشان صاحبه وبيدافع عنه لآخر قطرة في دمه. نفسي أتفرج على مسلسل يكون فيه واحدة ست بتحارب على كرامتها وشرفها لحد آخر لحظة في حياتها. نفسي أتفرج على مسلسل فرعوني بيحكي تاريخنا وبيحكي عراقة الشعب المصري وتاريخه الفرعوني. معقول احنا بقينا في السطحية دي، وبقى كل أعمالنا إن واحد ضرب واحد، واحد يكسر الإزازة ويجري ورا واحد، وواحد بينتهك عرض واحدة؟ مش معقولة أبدا. احنا عايزين نعود للسلام المجتمعي. يا جماعة الدراما هي مرآة الشعوب. انت عايز تصدر للعالم صورة شكلها ايه عن مصر؟ ان احنا بلطجية، وان احنا ناس عندنا انتهاكات، وعندنا المرأة المصرية مش بتحترم وبتغتصب وحاجات دي، ولا ايه بالظبط؟ احنا عايزين نظهر المجتمع في أبهى صوره، اي الست الجميلة المصرية العظيمة، والرجل المحترم اللي قايم ببيته وقايم واخد باله من بيته وأطفاله، ونظهر جمال المجتمع المصري. فأتمنى إن ده يظهر في الأعمال الفنية الجديدة اللي طالعة، ونسعد بيه كلنا.